أكبر سبب لانتشار الحزن والتعاسة بين الناس لدرجة إنه الليلة السعادة بقت عملة نادرة مهما عملت في حياتك مستحيل تحصلها. وسبب انتشار التعاسة والحزن بين الناس هو بعدهم عن ذكر الله عز وجل. شوف، الله عز وجل لا يخلف وعدا قطعه على نفسه، ما بالك لما ربنا سبحانه وتعالى يقول كلام ويقسم عليه 7 أيمان متتالية. قال تعالى: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها. 7 أيمان متتالية. طب ليه كل القسم ده يا ربي؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يعني ربنا سبحانه وتعالى هنا داير يقول لك إنك لن تفلح، والسعادة هي واحدة من أنواع الفلاح، إلا أن تزكى نفسك. طب السؤال هنا، كيف تزكي نفسك؟ 3 حاجات دارك تاخدها في بالك. رقم 1، أنت كبني آدم عبارة عن جسد وروح. الجسد يفنى، الروح لا تفنى. نحن ما عندنا عنها أي معلومة، وهي سر من أسرار الله عز وجل. وغذاء الروح دي لا يكون إلا بالدواء اللي وصفه لك ربنا سبحانه وتعالى. وواحد من الأدوية اللي وصفها لك ربنا سبحانه وتعالى هي ذكر الله عز وجل. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. رقم 2، تزكية النفس مربوطة بحسناتك وسيئاتك. الحسنات تصلح القلب وتزيد الإيمان، والسيئات تفسد القلب وبتنقص الإيمان. طب شنو هو أسهل عمل أنت ممكن تجيب به حسنات؟ ذكر الله عز وجل. شوف، كل العبادات الباقية محدودة، الصلاة والزكاة والصيام عندها أوقاتها محدودة، لكن الذكر غير محدود. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. ممكن تعمله في أي وقت. وطبعا أفضل الذكر هو القرآن الكريم. نحن الآن داخلين على رمضان، شهر القرآن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان. وفي القرآن الحرف بحسنة والحسنة ب10 أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وديك مثال تاني: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. عدد خلقه، من يحصي خلق الله في السماوات وفي الأرض وفي البحار؟ من يحصي خلق الله؟ ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. يلا، كل الأرقام دي تصب حسنات في ميزانك. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة ونحن أول من يدخل الجنة. طب ليه يعني إحنا أول من يدخل الجنة؟ لأنه ربنا سبحانه وتعالى يسر لنا زي الأعمال دي اللي بقينا بنقدر نعمل بها حسنات نسبق بها باقي الأمم. النقطة الثالثة،